تشهد صفوف النادي الأهلي بعض التعديلات القوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة الإدارة في تسويق بعض النجوم. وتلقى النادي الأهلي عرضاً ضعيفاً للغاية من صفوف فريق الوداد المغربي لضم المحترف الغربي رضا سليم، وذلك مقابل 150 ألف دولار. والمفاجأة هي أن رضا سليم قد أبدى رغبته القوية في الانتقال إلى الوداد رغم العرض الضعيف للغاية المقدم للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويمنح رضا سليم أفضلية لعرض الوداد المغربي عن العروض المقدمة من جانب سيراميكا كليوباترا وزد للحصول على خدماته. وعانى رضا سليم جناح النادي الأهلي في فترة السويسري مارسيل كولر، حيث لم يساعده المدرب السابق على تطوير حالته الفنية مع الفريق الأحمر رغم بدايته القوية. وتبقى أزمة النادي الأهلي في ملف رضا سليم في ظل تكدس قائمة الأجانب خلال الوقت الحالي، ليصبح الفريق الأحمر مطالب بالتخلي عن خدمات نجمه رغم ضمه من الجيش الملكي مقابل 2 مليون دولار. ويضغط النادي الأهلي على اللاعب محمد ياسر المهاجم الشاب من أجل الخروج على سبيل الإعارة لفريق في الدوري المصري. وهناك رغبة من جانب إدارة النادي الأهلي في اكتساب محمد ياسر خبرات فنية في بطولة الدوري المصري خلال المرحلة المقبلة، حيث ينال إشادة البعض داخل جهاز الكرة في ظل قدرته على التعامل مع ألعاب الهواء، بالإضافة إلى السرعة والمهارة. والنادي الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن عودة محمد شريف في صفقة انتقال حر، كما قرر التمسك باستمرار المهاجم السلوفيني غراديشار، بالإضافة إلى التحرك لضم مهاجم جديد في ظل ارتفاع فرص رحيل وسام أبو علي.